كولر بيبدأ بتشكيلة زي ما احنا توقعنا، فيما عدا بس الباك الشمال بتاع الفرقة خالد عبد الفتاح، في قرار انا شايفه غلط جدا. خالد لا هينفع دفاعيا ولا هجوميا، وشريف هو الجناح الشمال جنب كهربا، وشريف مش هيرجع يدافع، هتبقى فيه مشكلة كبيرة قوي في الجنب دوت. كهربا بيضيع جون اكيد في الدقيقة الاولى بغرابة، صاروخ من السولية في الربع ساعة الأولى بترجع لتو بيروح عليها ببطء شديد. محمد شريف بيحط كرة ار2 ولا اروع في مركزه الجديد، صراحة الراجل ده استعاد كتير قوي من مستواه يا جماعة. هدف اول لنادي الاهلي، طق من محمد متولي بيقطع حسام حسن، مش عارف الشناوي مسكها بايده بقى ولا بصدره، ربك يستر. لا الكرة خبطت في وشه يا جدعان، في وشه. الحكم بيدي 6 دقايق وقت بدل ضايع في الشوط الاول يا رجاله. كرة خطيرة جدا في نهاية الشوط الأول لسموحة من ضربة حرة، وبينتهي الشوط الأول